يمكنكم التقاط شاشة أخبار المستقبل على الموجات التالية: منصور ساكن بمنطقة شعبية بمصر، ومثل ما بيقولوا أحواله عقده. لا 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 ما تخافش على منصور بقت خالص. وبسحر ساحر عم يقدر يحمي بنته يلي مثل ما بيقول بنت في سن خطر. ولكن بعد ما تتدخل جارتهم النتافة على الخط ما تخليش بنتك تشبك معاها. هل رح ينقلب السحر على الساحر؟ اتكل على الله، ما تخبطش على الباب تاني. الله 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 الله، ده انت ست لسانك فالت صحيح. هو انت لسه سمعت حاجة؟ الساحر ضمن فيلموغرافيا الجمعة 10:15 بتوقيت السعودية على المستقبل انترناشونال. ضربة حرة مع حسام زبيبو الأربعاء 11 بتوقيت السعودية على المستقبل انترناشونال. مشاهدينا نتابع خليك بالبيت مع المطربة القديرة هادية جويرة. وقبل ما أطلب من حضرتك أنك تسمعينا نموذج من الغناء الجنوب تونس، اسمحي لي سمعك شهادة أيضا بحضرتك بتجربتك من الفنان الأستاذ هادي شرار. الشعب التونسي شعب ذويق وسميع وكله بيغني، بس هادية صوتها صوت من تونس كتير كتير كبير وواسع، وعندها عرب كتير نضاف، عربها كتير يعني فيهم أستاذة، فيهم حرفية، فيهم خبرة. صوتها بذكرنا بأيام أسمهان، بلون أسمهان إذا بدك، هالموسيقى الثقيلة المغنى الكبير وصوت قوي جدا. فبتمنى عليها بالألبوم الجديد تبعها تنقي غنية شبه أسمهان، أكيد تحط نفسها هي لأنه عندها نفس كتير كمان بيشبهها خاص لها. وهذا الزمن مثل ما بيقولوا لازم نرجع نعيده. نحن عايشين بزمن رديء، هادية من الأصوات لازم تكون بالزمن الجيد والرائع، لازم نزيد على هالزمن أصوات مثل هادية، وبتمنى لك توفيق. إذا بوصيكي بشيء بيشبه أسمهان. أنا نشكره برشا ونحييه ونحيي الست كارول ونتمنى لهم التوفيق يا رب. هن على كل حال ثنائي جميل جدا وبيستاهل كل الخير. طبعا أكيد. وأنا أكيد بشكره على مساهمته بلقائنا. لو سمحتي بين ما تحضري حالك لأغنية من جنوب تونس، اسمحي لي الفت نظر مشاهدينا أنه حضرتك غنيتي من تلحين محمد إدريس عدة أغنيات، منها مثلا على دربك مشين، غنيتي من ألحان عبد العزيز بن عبد الله. أنا نحيي المرحوم عبد العزيز بن عبد الله اللي علمني المغنى كذلك. نعم. من أغنيات يعني من ألحانه يا عمري وحياتي. غنيتي من ألحان محمد الهادي يلي الزمن خلاك، جمال اللجمي. جمال اللجمي هو رئيس فرقة الإذاعة الواش. كذلك غنيتي من ألحان علي شلقم، عبد اللطيف العايدي، وخالد المسلماني، وعامر الفخفاخ. وكذلك غنيت من ألحان الأستاذ كذلك محمد العود، يعني اللي هو فنان كبير طبعا. غنيت له العديد من القصائد الجميلة، وغنيت له قصيد من كلمات هارون هاشم الرشيد على فلسطين. نعم. كذلك هو فنان كبير يعني. إلى جنوب تونس غناء لو سمحت، تفضل. احنا ما زلنا ما وصلناش للعاصمة، توحدنا في الجنوب. كي جيتينا ما تشمتش العادي فينا هي، كي جيتينا هي، كي جيتينا مرحبتين، وكي جيتينا ما تشمتش العادي فينا هي. عيني أهلا وسهلا
خليت الكل في الكل زرتينا هاي هاي كي جيتينا هاي. من كلمات والحان الفنان الموسيقار محمد الجاموسي رحمه الله. شو اللي بيختلف في الغناء في الجنوب عن بقية المناطق في تونس؟ موضوعاته، ألحانه، طريقة الأداء، شو يعني ما هو الغناء الجنوبي؟ هو كلها لهجة واحدة، لهجة نعم. تونسية. ولهجة الجنوب اللي هي من بعد صفاقس من ولاية جابس، نعم. أنه يستعملوا حرف الجاء. الجاء. هذا الاختلاف، ولكن نفس اللهجة ونفس المقامات التونسية. طبعا احنا عندنا مقاماتنا التونسية اللي مقامات، يعني هي مقامات عربية ولكن تمتاز بالخاصيات، يعني نعم. اللي هي نلحنوا عليها الأغاني التونسية اللي المرحومة صالحة غنات من ألحان خميس طرنان، طبعا المقامات التونسية، والفنان المرحوم علي الرياحي، وفنانين الكبار في تونس مثل السيدة زهيرة سالم والسيدة سلاف والسيدة صفوة والسيدة نعمة، العديد. إن شاء الله نكون ما نسيتهمش الكل يا رب. تتميز أيضا تونس بالأصوات النسائية، هذا شيء ملفت، يعني إذا مقارنة بالأصوات الذكور أو الرجال، على الأقل اللي وصلنا نسبة النساء أعلى من نسبة الرجال. اللي وصلنا منهم هي نسبة النساء أكثر من نسبة الرجال في تونس عموما. في تونس وفي العالم. نعم. في آخر الدنيا. ولكن في تونس الله يزيد، الله يبارك ويزيد. ولكن في تونس طبعا عندنا الأصوات النسائية أكثر من الأصوات الرجالية. في سبب لهذه الظاهرة؟ لا والله، يعني إقبال النساء على الغناء أكثر ليه؟ مشغولين الرجال بشيء ثاني بشو؟ لا ولكن في أصوات رجالية، معناها في أصوات كبيرة رجالية، يعني اللي معناها تستاهل كل التقدير، معناها كما الفنان الكبير لطفي بوشناق وفنانين الكبار. طبعا مش عم نقلل من قيمة أحد، بس عم نقول إنه النسبة العددية على الأقل. لا يعني نسبة النساء أكثر، هيك في الدنيا سنة الحياة. حنان هيشامي بتحييكي وبتشكر تلفزيون مستقبل لأنه بيبرز دائما الأصوات المهمة في تونس والمغرب العربي عموما. شكرا. والسؤال لحضرتك هو: ماذا ينقص الصوت المغاربي عموما ليصل للشهرة أو على الأقل تحقيق الانتشار على غرار المشرقيين؟ بالنسبة لتونس، نحكي بالنسبة لتونس، كانت فنانة تونسية في تونس. تونس ولادة للأصوات، ويعني فيها العديد من الأصوات الكبيرة، ولكن ممكن احنا ناقصتنا الخبرة في صناعة النجم، ولا شركات الإنتاج كذلك ما بقلة، ما عندناش شركات، ما عندناش صناعة فنان. هذا اللي شو السبب؟ لماذا يغيب عن تونس ما يسمى صناعة النجم؟ هو هك من الأول ما فيش صناعة نجم، ولكن الفنان التونسي معناها يقعد مقتصر أنه معروف على الصعيد الإقليمي. وزارة الثقافة مش مقصرة. نعم. مع الفنانين، عاطية كل حق فنان أنه يمثل بلاده، ولكن في وقتنا أنه غير كافي هذا. يعني هل هو غياب شركات إنتاج؟ هل هو تقصير وسائل الإعلام؟ لا هي شركة الإنتاج والخبرة في صناعة الفنان، هذا كلمة. هل استقرارك حاليا في مصر في القاهرة على خطى يعني من سبقنك من فنانات تونس هو في سبيل تحقيق هذا الأمر، باعتبار أن القاهرة أم الدنيا كما القاهرة مصر هي منجم مبدعين وإبداع. مصر هي حاضنة الفن العربي، يعني هي حاضنة للفن العربي، وبحكم أنه شرايطي الاثنين باللهجة المصرية. نعم. يعني والإدارة متاع الشركة، شركة هاب في مصر، يعني يكون الظروف تسمح لي أني أستقر في القاهرة. خليني أذكر أسماء بعض الملحنين اللي تعاونتي معهم: الراحل رياض الهمشري، الأستاذ أمجد العطافي، محمد يحيى، أحمد محيي، حمدي الصديق، أحمد أسعد، وليد سعد وأحمد سعد، وأحمد سعد ووليد سعد. ممكن نسمع من أغنياتك الخاصة ولا طبعا أكيد اليوم لازم مقتصر على العمالقة؟ لا نغني لك كل شيء، لازم نسبق. بدنا نسمع اسمهان.
اكيد الليلة أكيد لازم يعني لازم ان شاء الله. ممنوع المغادرة قبل ما نسمع لا اسمهان. لازم نسمع اسمهان ان شاء الله. سكر الباب على كل حال بالمفتاح. شكرا ميرسي. راستي بمول نسمك اغنيه من شريطي اللي فات. نعم. آه، أشرتك شريطين هذه 2004 وهذه 2007. مختصر مفيد مختصر بدون مفيد. اسماء بدون عن موجودين هلا الليله اذا حدا من مشاهدينا سمعك حب صوتك حب انه يقتني موجودين. هذه 2007 موجود في جميع امكنه يعني الحمد لله موجودين في كل العالم الحمد لله. رستي بمول بكذب على روحي. بكذب على روحي من كلمات مصطفى مرسي والحان الفنان وليد سعد. بكذب على روحي وبصبر نفسي بأي كلام وبداري جروحي وناري ويأسي وبنسى أوام. بكذب على روحي وبصبر نفسي بأي كلام وبداري جروحي وناري ويأسي وبنسى أوام. وده كله اللي إني بحبها وبكلمة بسامح قلبك. ده كله اللي إني بحبها وبكلمة بسامح قلبك. لكن إيه آخرة كدبك يا حبيبي كفاية حرام. بكدب على روحي. ألبومين واثنين باللهجة المصرية قلتي حضرتك يا ابنة تونس الخضراء يا ابنة صفاقس. يعني ما في عليك عتب تونسي ما في عليك يعني لوم. العتب مش يجي إلا على هادية. كل الفنانين وكل من السيدة عليا وحسيبة رشدي نعم. والفنان المرحوم محمد الجموسي. مش الاعتراض على الغناء باللهجة المصرية ولكن لماذا فقط يعني الألبومات فقط؟ كم أغنية عندك بتونس؟ عندي أكثر من 300 أغنية. 300 أغنية أي. في الإذاعة وفي